السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ انا جاي النهارده اتكلم كلمتين في دقيقتين كده ورساله للاعيبه النادي الاهلي. ونفسي لعيبه النادي الاهلي يكون عندهم يعني شويه دم، ويشوفوا لعيبه نادي الزمالك ازاي بتلعب كل المباريات السابقه بروح وبكل قوه. تمام، برغم ان نادي الزمالك عنده مشاكل لا حصر لها. عنده فوق ال 11 قضيه ايقاف قيد، مرشحين يبقوا 13 و14 قضيه. عنده ديون للدوله، ما بيدفعش مستحقات اللعيبه، وكل اللعيبه ما بتاخدش الرواتب بتاعتها. وبرغم كل ده نادي الزمالك اعلى منك واعلى من بيراميدز في الدوري المركز الثاني، واعلى منك في النقاط، بينافس على بطولات اكتر منك. انت عارف يا لعيب نادي الاهلي، يعني انت بتاخد كل فلوسك اول باول، بتاخد كل مستحقاتك، ها، مفيش جنيه بيتاخر عليك او ضراب بيتاخر عليك، وبتلعب بدلع، ما عندكش روح. لعيبه النادي الزمالك بتنافس السنه دي على بطولات اكتر منك. انت ما عندكش غير الدوري ودوري ابطال افريقيا، لكن هم بيلعبوا على 3 بطولات: كاس مصر والكونفدراليه، وبيلعبوا على الدوري. لكن انت ما فيش خالص. امس نادي الزمالك كسب 5. بيلعبوا قرابه اسماعيليه، المركز الاخير، وبينافس على يعني الهبوط. طب ما انت خرجت من كاس مصر وانت بتلعب فريق درجه تانية، خسرت منه ب 2-1. عملت ايه الماتش اللي فاتت مع البنك الاهلي؟ اتعادلت. تمام، وبتلعب باسلوب ودلع، ومفيش روح، ومفيش اي تحس، يعني اللعيبه بتنزل عايزه تقاتل عشان تلعب بروح اسم النادي الاهلي. مفيش غير لاعب واحد بس الماتش اللي فات، تريزيجيه، كان بيلعب بكل قوه. انا نفسي لعيبه الزمالك، يعني لعيبه الاهلي تبقى زي لعيبه الزمالك وتلعب بنفس الروح ديت. تمام، عشان الواحد بجد محروق دمه بسبب ماتش البنك الاهلي، محروق دمه جامد جدا يعني. ويا رب تكون الرساله وصلت. يلا، سلام عليكم.